استكمالا لحديثنا ما قبل صلاة الظهر، فإنني أؤكد من هنا أمامكم وقبل ذلك أمام الله بأننا كلجنة لو رأينا في أي مرحلة من المراحل بأن الأمور قد وصلت إلى طريق مسدود لقلنا كفى، ولكن ليس لنا غاية إلا حقوقنا فقط، لأننا طيلة الأيام الماضية وطيلة الشهرين الماضيين ونحن نمضي أيامنا ما بين اجتماعات وما بين توضيح للأمور إلى مختلف المستويات الأردنية. ومع هذا فإنني أؤكد أيضا بأن اجتماعنا في منطقة ربا في ديوان عشيرة فايز كان ناجحا بكل المقاييس، وإن كنا ننتظر أن تكون الأمور واضحة بشكل دقيق، ولكن قدر الله وما شاء فعل. أما بالنسبة للأستاذ غازي أبو جنيد الفايز فهو لا زال يعمل معنا، وإن كان عمله ينحى ببطء شديد، ولكنها اتجاهات مختلفة. ولا أقول غازي لوحده فقط، وإنما هنالك ثلة من أهلنا وعزوتنا أبناء العشائر الأردنية هم جاهزون في أي لحظة، وقد تعهدوا وتعهدوا طويلا بأن يمضوا معنا حتى النهاية. نحن لم نكن في سبات كما يدعي البعض، لقد قصرنا نعم في اعتصاماتنا الميدانية، ولكن بالنهاية كنا نعمل. وكما تعلمون أيضا إن الأستاذ طارق أبو الراغب قد غادر منذ 27 من شهر 10، غادر إلى فرنسا، وقد وصل ليلة البارحة من فرنسا، وهو يحمل أخبارا بإذن الله طيبة. لقد تواصلت معه أثناء سفره وقد طمأنني كثيرا، ومع هذا فقد أشار إلى أن الإنذار العدلي لم يصل إلى فرنسا. وهنا فإنني أقول بأن التقصير من حكومتنا غير الموقرة، من حكومتنا غير الرشيدة. لقد قرأت كتاب وزير الخارجية الأردني، وسامحوني إذا ما قلت شركة ناصر جودة وأولاده، لأن ناصر جودة قد كتب علينا في هذا الوطن، وكأن الأردن والوطن خال من الكفاءات حتى يبقى ناصر جودة، وكأنه حكم ملكي وراثي. ولذلك أعود وأكرر بأنني قرأت بأم عيني كتاب وزارة الخارجية ومذيل بتوقيع ناصر جودة، وكان موجها إلى وزارة العدل، وكان نصه بأن الإنذار العدلي قد وصل. ولكن إلى متى؟ إلى متى يكذب وزراؤنا؟ وإلى
وإلى متى تتجنى حكوماتنا على حقوقنا؟ نعم، كما تعلمون ويعلم القاصي والداني بأن لنا حقوق لن نتراجع عن تحصيلها، وسنحققها بالنهاية. سنحصل حقوقنا، وكما أشار زملائي من قبل، شاء من شاء وأبى من أبى. نعم، لنا حقوق، صاحب القرار يعلم ذلك، رأس الدولة يعلم ذلك، حكومتنا المتعاقبة تعلم ذلك، شريف عماري وما أدراك ما شريف عماري يعلم بأننا قد ظلمنا. ولذلك عليهم جميعا أن يتقوا شر المظلوم إذا غضب، أن يتقوا شر المظلوم إذا ما بحث خلف حقه. ولذلك فإنني أؤكد من هنا بأننا جميعا قد ظلمنا في هذا الوطن. كان من باب أولى أن يدافع عن أبناء الوطن جميع أصحاب القرار. وبالمناسبة أيضا فإنني أقول لكل صاحب قرار ولكل مسؤول سعى خلف خصخصة مقدرات هذا الوطن فهو مسؤول خائن، فهو مسؤول لا يتقي الله. فلماذا بيعت مؤسسات الوطن؟ ولماذا بيعت شركاته؟ ولمصلحة من؟ أليس ذلك كان وما زال لمصلحة السماسرة ومصاصي الدماء على هذه الأرض الطاهرة التي ستلفظ يوما ما، ستلفظ كل الفاسدين وكل المارقين وكل الذين اعتدوا على مقدرات الوطن وكل الذين امتدت أيديهم بالغدر إلى أبناء هذا الوطن. نعم إخوتي، الشعب الأردني يعاني، الشعب الأردني بأكمله يعاني الآن من ويلات اقتصادية وسياسية وغيرها. ولذلك فقد زادت معدلات الجريمة. وعندما أقول الجريمة فإنني أقول جرائم ذوي الرحم لبعضهم البعض، حتى أن الإنسان أصبح يبتعد عن عدوه ويقتل شقيقه ويقتل أبيه وتقتل أبيها ويقتل ابنته. لماذا؟ لماذا؟ أليس ذلك كله بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الوطن، التي يعيشها المواطن؟ فإلى متى؟ فإلى متى سنبقى هكذا؟ لماذا نبقى نقف على أبواب اللئام؟ نحن نقف من أجل حقوقنا فقط. ماذا يفعل المواطن الأردني الذي لا يجد قوت يومه بينما وصلت فواتير المياه والكهرباء للمسؤولين الأردنيين ولرئيس الوزراء ولأصحاب القرار وصلت إلى مبالغ طائلة؟ مكان المحاذير وصلت فاتورة المياه، وكما تعلمون جميعا ولكن للتذكير فقط، وصلت فاتورة المياه إلى 31,000 دينار أردني. لمصلحة من ذلك؟ ونحن نعاني شحا ونقصا شديدا في المياه على هذه الأرض. وبعض فواتير الكهرباء لبعض المسؤولين وصلت إلى 40,000 دينار أردني. وأعجبني في هذا المقام ما جاء على لسان الأستاذ الكاتب أحمد حسن الزعبي، حيث قال بأن الشتاء الذي نزل من السماء لا يساوي 41,000 دينار. فمن أين هؤلاء؟
من أين الباء على حساب من؟ كله على حساب الخزينة الأردنية الخاوية. وها هو عبد المنصور الآن، وها هي الحكومة الآن تجري خلف أموال الضمان الاجتماعي، وهي أموال مساهمين، أموال الأردنيين، أموال الفقراء والغلابة. فلماذا يسعون خلف أموال الأردنيين؟ لقد نهبوا كل شيء، لقد أخذوا كل شيء، حتى الوطن لم يتركوه بحاله، حتى الوطن باعوا ترابه وباعوا مقدراته وباعوا مؤسساته وشركاته. وها هي كما يعلم الجميع الآن شركة الاتصالات الأردنية تبيع تلك الأراضي، تبيع بأراضي الأردنيين لمصلحة من؟ لمصلحة الاستعمار الذي يمارسونه على هذه الأرض، الاستعمار الذي ضربوا به الوطن الأردني الغالي والأجنى على قلوبنا جميعا. نعم أخوتي، إن الوطن غال علينا جميعا، فنحن هنا لا نعيش لأحد ولا نمجد لأحد، ولكننا نمجد الأردن كوطن، نعشق ترابه ولا نعشق الفاسدين الذين نهبوا خيراتنا وأموالنا. نعم، من هنا أقول إلى دولة رئيس الوزراء: عليك أن تتقي الله، عليك أن تخرج إلى الميدان، لا بمواكبك ولا بسياراتك، ولكن اخرج إلى الشارع لترى ماذا يدور في الشارع، لترى ماذا يدور خلف الكواليس، لترى حال المواطن الأردني الذي وصلت به الأمور إلى الحضيض. نعم إخوتي، إننا نعاني والوطن يعاني والشعب الأردني يعاني بأكمله من أوضاع صعبة، ولكن من أوصلنا إلى حافة الهاوية، من أوصلنا إلى هنا هي أنظمة الحكم للأسف الشديد، وهي الحكومات الأردنية المتعاقبة التي لم تتق الله في هذا الوطن. وعندما يدعي عبد المنصور بأنه صاحب ولاية، فإن الولاية منه براء، لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا بشكل منفرد، ولذلك فهو عبد مأمور، ولكن يستطيع شيئا واحدا: إذا لم تكن صاحب ولاية فاذهب إلى بيتك، عد إلى بيتك، قدم لاستقالتك قبل أن يطيلك هذا الشعب. أما مجلس النواب الأردني وما أدراك ما مجلس النواب، فإنني أستثني قلة قليلة، أستثني عددا قليلا جدا، ولا زلت هنا أواصل وأذكر الأستاذ عدنان السواعير بألف خير، وأذكره بالخير لأنه حاول وحاول، ولكن كما قيل فإن مجموعة من النواب استفادوا على حسابنا، ونحن نؤكد من هنا أيضا بأننا لسنا مطية لأحد، ولن نخضع ولن نخاف إلا من خالقنا، إلا من رب العزة والذي بيده أمرنا جميعا. ولذلك لا نخشى إلا الله، لا نخشى نظاما ولا نخشى حكومة ولا نخشى شيئا إلا الله. ولذلك على أصحاب القرار أن يعودوا إلى رشدهم، أن يعودوا لهؤلاء المطالبين بحقوقهم، أن يعيدوا الحقوق إلى أصحابها قبل فوات الأوان. وقلت اتقوا شر المظلوم إذا بحث
وسعى خلف حقوقه. فكيف يسقط المظلوم على حقه ونحن جميعا ظلمنا؟ فكيف يسقط المظلوم على حقه؟ كيف يحبط المظلوم؟ أرجو أن نكون دائما مواقفنا تعبر عما بضوافرنا، مواقفنا تعبر عن معتقداتنا وعن آرائنا السليمة الصحيحة التي فيها مخافة الله أولا. إخواني، أعود فأؤكد فيكم الخير أيها الحضور الكريم، فأنتم واصلتم الاعتصامات رغم الظروف، ولكن نوجه من هنا رسالة إلى كل متقاعس وإلى كل مظلوم: هنخرج من أجل حقك، هنخرج إلى الشارع. ها أنتم ترون بأننا سلميين، لم نعتدي على الشارع الأردني ولم نغضب أبناء جلدتنا وأبناء وطننا وأبناء عمومتنا، لم نغضب أحد، لأن الشارع ملك للشعب فقط، والشعب كما تعلمون هو مصدر السلطات. إخواني، في هذه اللحظات أيضا أرحب باسمكم جميعا بالأستاذ طارق أبو الراغب، والذي كما أسلفت كان في سفر إلى جمهورية فرنسا، فأهلا وسهلا بأخي الأستاذ طارق أبو الراغب. إخواني، لن أطيل عليكم أكثر من ذلك، سنستمع مجددا إلى الأستاذ طارق أبو الراغب يقرأكم على آخر المستجدات التي تحققت من خلال وجوده في فرنسا، فأدعوه. معناته ان الحق موجود، وحتى لو ظل شبيب عمال وشركة اورنج وحكومة عبد الله منصور ومجلس النواب الغير منتخب وكل هاي العالم، انتم منكم ما لكم حق، لا لكم حق وغصبت عنهم كلياتهم. اخوان، اول شغله صارت يعني نبلش فيها شوي شوي. اول شيء بتتذكروا انه انا جيت وقفت هون من 6 اشهر تقريبا وقلت لكم احنا وجهنا انذار عدلي عن طريق وزاره الخارجيه حسب طلب اورنج انه روحوا للقضاء. ودينا الانذار العدلي لوزير الخارجيه الاردني المحترم كل احترام وتقدير، ومع كل كتاب موجود عليه انه تم تسليم الانذار العدلي للشركه الفرنسيه، ومكتوب على الكتاب سري ولعدم الاطلاع على الجهات الاعلاميه. احترمت هذا الموضوع، هاي الكتب معي هسه بفرجيكم اياها. احترمت هذا الموضوع، ما حكينا انه بعثوا لنا انه تم التسليم. من فتره باجتماع في منطقه اللبن وعدناكم بانه نطلع لفرنسا، مش مقتنع انه بعده مش مستلمين الانذار. والحمد لله رب العالمين، الله يسر الامور وطلعنا، وصلنا للشركه الام اورنج، واللي هي فرانس تيليكوم. تم تعديل الاسم لاورنج بالمناسبه حتى عالميا. قابلنا المديره الاقليميه المسؤوله عن الطرق الموجوده في يعني البلدان الاخرى، واسمها كاثرين، الله يمسيها بالخير كاثرين طبعا. يا اخوان، اول كذبه على من وزاره الخارجيه الاردنيه ومن حكومتنا الاردنيه انه الانذار العدلي مش واصل شركه فرانس تيليكوم، والسيد ناصر جودي بيكذب علينا وبيقول انه وصل، وانا مسؤول عن كلامي الان. معيب جدا ان تكذب الحكومه على مواطنيها. احنا وصل هذول الناس مواطنين اردنيين لجأوا الى القضاء، الاصل انه وزاره الخارجيه تسلم هذا الانذار الى الشركه، الشركه بدها تحل هذا موضوع ثاني.
كذب جدا او معيب جدا على وزاره الخارجيه انها تقول سلمنا الانذار العدلي وهو غير مسلم، وهذا شيء غير غريب عن حكومه عبد الله منصور بكل افرادها، مش غريب يعني. معيب جدا انهم يكذبوا علينا، احنا مش هون جايين نحكي مبدا سياسي ولا قاعدين هون موقفين حتى نطالب بمشروع اصلاحي ولا لا، احنا بنطالب بحقوق عماليه. ليش يا حكومه تكذبي على الناس وتقولي انا سلمت انذاراتي؟ هاي النقطه الاولى. طبعا بالنسبه الله يمسيها بالخير كاثرين، قالت لي هو في مشكله بالاردن اصلا مع شركه اورنج. قلت لها انتم مش عندكم مدير اسمه شبيب عماري؟ يا اخي معروف، يا ريت انه الكاميرا تصور ويكون سامعني شبيب عماري. قالت لي شبيب عماري حكى لنا انه تم حل الموضوع وقت انهاء خدمات العمال، والعمال اخذوا اعلى قيم. يعني الشركه الفرنسيه تقر بانه العمال الاردنيين اخذوا اعلى قيم بكل الشركات الاخرى. قلت لها مضبوط، قلت لها هون بتحكي صح، بس مش العمال اللي اخذوها، جوز الجماعه والشبيبه اللي حواليهم هم اللي اخذوها. هاي الحقيقه اللي صارت. قعدنا ساعه الا ربع، لا علم لهم طبعا بانه تم اجتماعات في مجلس النواب والموضوع تم التصعيد فيه وكان فيه اعتصامات، ولا عندهم اي معلومه. عندهم معلومه انه الموظف اللي ترك شركه اورنج اشترى فيلا واشترى قصر وبنى مول وقاعد بيشتغل فيه ما شاء الله وضعه مرتاح. ما في عندنا ناس تعبانه، احنا كلنا نكذب. هاي المعلومات اللي عندهم. شرحنا لهم هاي الصوره كامله ساعه الا ربع، الله بيعلم كيف. في الست طبعا تحكيش انجليزي بكسر، وانا بحكي انجليزي وهي بتحكي فرنسي. بالاخير تواصلنا لحل وسط بانه جبنا الحديث وصلنا لها الصوره كامله. طبعا عشان تعرف شو اللي صار، تم تسليم الانذار العدلي على الرغم من انه من البدايه رفضوا انهم يستلموا الانذار العدلي كونه هم مش جهه حقوقيه، وقالوا انه هذا الكتاب موجه من وزاره الخارجيه ولازم يكون في مندوب من وزاره الخارجيه معي حتى يسلم الانذار العدلي. لما قعدنا وقلت لها انه انا محامي هاي الاشخاص وهي وكالتي، ساعتها يعني اصرت انها ترفض الانذار العدلي. كان هذا موقف ممتاز بالنسبه لي من الشركه، لان الاصل انه وزاره الخارجيه المغيبه، وزاره الخارجيه الغائبه هي وحكومه عبد الله منصور هم اللي قاموا بهذا العمل مش احنا. تم تسليمه بالانذار العدلي وعدونا خلال فتره قصيره جدا لا تتجاوز من 15 ل 30 يوم على الرد على ما جاء بالانذار العدلي. الانذار العدلي يا اخوان اللي بتذكر شو كان مطالبنا فيه كانت مطالبنا واضحه، وبتذكر تم صياغته مع اللجنه، كان الاخ عبد الله نيبات وهيثم الروازي مجموعه كبيره، وحطينا فيها كل مطالب العمال الموجودين. طبعا الاداره الرئيسيه بفرنسا لا علم لها نهائيا باي شيء اللي بصير هون، وعلى الرغم انه مسؤوليه هاي الاداره ان تورث اي اشكاليات عماليه للاداره الرئيسيه بفرنسا. انا بس اسمحوا لي بدي افرجيكم هالورقتين، لانه اللي الحكومه ما بتستحي منه لازم ما يستحي منه. هذا الصح. جلتنا ما وراه جلتنا بقول لك اشترينا لك صورة. أنا اللي جزيرة، نادي الجزيرة، نادي الجزيرة. طبعا يا اخوان بس خليني افرجيكم هالشغله. ابو الامين نمسك المايك. انا راح اعطيها للاعلام هاي الموضوع، لانه هذا الكذب مش راح استحي. الحكومه تكذب علينا انه انا افرجيهم شو اللي قاعد بصير. ونزلها بالجريدة. نزلها بالجريدة. يا اخوان هي رئيس محكمة بداية عمان بتاريخ 22/6 إشارة إلى كتابكم رقم إليكم الأوراق القضائية المتعلقة بشركة فرانس تيليكوم أورنج وبعد إجراء اللازم، ذلك وفقا لما جاء في كتاب معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين رقم م ك 3681 بتاريخ 16/6/2014 مرفقا صورة عنه. شو بيحكي قاعد وزير الخارجية؟ هذا كمان كتاب من وزير العدل مكتوب عليها يتفرجوا سري، اللي مش قارئ هي مكتوبة سري، وانا احترمت السرية وما قلت اي شيء لغير ما مرت هاي المدة. بالاشارة لكتابكم رقم 8/1/815 بتاريخ 2/5/2014 بخصوص الانذار العدلي الموجه ضد شركة فرانس تيليكوم في فرنسا من قبل لجنة متضرري خصخصة شركة اورنج. ارجو التكرم بالعلم بان السفارة في باريس
قامت بإرسال مذكرة لوزارة الخارجية الفرنسية متضمنة إعلامها بالإنذار، موقع من معالي وزير ناصر جودة. أيوه ناصر جودة. توقيع. هذا كله كذب يا اخوان. هذا هون هم قاعدين بالمكاتب بيوقع انه والله استلموا وبيوقع انه والله ما استلموا. عيب ولا مش عيب هذا؟ عيب. نقدر نقاضيهم عليها كمان. طبعا هذا الكتاب، هاي النسخة الموقعة من قبل المديرة الإسلامية كافة بتاريخ اللي أنا كنت موجود فيه 3/11/2014، وهي كرتها. وطبعا هي راح في تواصل بيني وبينها على الإيميل، وإن شاء الله راح نزودها، وطلبت مني إنها نزودها بكل الأوراق اللي ممكن إنها تخص قضيتكم حتى يتم تعديلها من خلالهم، لأنه لا أمل لا بشبيب عماري ولا بشركة طبعا ولا الحكومة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. الشغلة الثانية يا اخوان اللي انا بدي اقول عليها وشغلة جديدة، انا كنت بعد ما خلصت من موضوعي انا كنت في جنيف عندي قضية اخرى. طبعا بحمد الله جنيف فيها 12 لجنة تأخذ قضايا من افراد على دول وعلى شركات متعددات الجنسية، ولا تأخذ بمدد التقادم ولا تأخذ فيها نهائيا. الان اللجنة رقم 11 اللي بسمعني وفاهم شو قاعد بحكي، وهي لجنة الحقوق العمالية، ابتداء من السنة القادمة سوف تبتدئ بالعمل. يعني إذا عندك قضية على شركة متعددة الجنسيات تستطيع أن تذهب إلى القضاء الدولي وترفع فيه قضية، عشان ما يظلهم يتحججوا ويقولون القضاء المحلي والقضاء المحلي، والقضاء المحلي يجي يقول لك مدة وما مدة. ما في مدة على الحقوق الطبيعية، الحقوق الطبيعية مدى الحياة، حقوق الناس حتى للورثة يجب أن يتم المطالبة فيها. طبعا هذا بالنسبة لشركة أورنج. احنا كان معاي انا قضايا، انا وعدت الناس وان شاء الله والحمد لله رب العالمين الله قدرنا ووفينا بالوعد. شركة أورنج سلمنا الانذار العدلي، اخذنا الاجراء القانوني السليم ماشيين فيه بهذا الاجراء. شركة لافارج ايضا شركة الاسمنت الاردنية تم تسليمهم انذار عدلي وتم اتخاذ نفس الاجراءات معهم. اللي انا بدي احكي لكم اياه يا اخوان شغلة ثانية، يعني اخواننا معلش انا بدي احكي شغله، بجوز انا وصلت اول امبارح المساء، ففي ناس بجوز يعني فهم الموضوع بطريقه مغلوطه. انا عيني قاعد بحكي الان امامكم كلياتكم، انا مسؤول عن الكلمه التي انا اقولها. يعني انا ما اجيت وجبت معي كشف قديش لازم اعطي هيثم الرواسدي وفلان، لا هذا الحكي ما صح. وما اجيت وجبت معي وقلت لكم هاي الشيكات تحطوها في جيبتكم، لا. الموضوع لا زال امام القضاء، واللي صبر سنه بده يصبر سنتين وثلاثه، وان شاء الله بالاخير قد ما بدنا احنا نضلنا صامدين على حدنا راح نحصله، اذا لنا بالدور لا بالله ما راح نحصله. هاي على شغله. الشغله الثانيه كان في ادعاء من احد الافراد الله ييسر امرها طبعا ويسامحها دنيا واخره انه ما في انذار عدلي وهذا الموضوع كلياته كذب، واصلا هذا لمه مصاري ومش عارف شو. فانا بس بدي انبه على شغله واحده، الانذار العدلي من تاريخه مسجل وهي الاوراق الرسميه معي الحمد لله تثبت ما احنا كنا نقوله. الشغله الثانيه يا اخوان هذا العمل بوجه الله والي فيه مصلحه اخرى غير مصلحه العمال، وهي اعاده هاي الشركات للبلد. ان شاء الله مش بس العمال، هذول الحراميه اللي سرقوا هاي الشركات وباعوها ببلاش لازم نرجعها للبلد، لانه لو هاي الشركه بالبلد كان موازنتنا مش خسرانه، وكان مش دائما بنقول احنا شحاتين برا، احنا مش شحاتين، الاردن عنده موارد بتسويه اغنى دوله من الدول العربيه، ولكن النصابين سوونا شحاتين. عشان هيك انا بقول الاسمنت وأورنج وغيرها وغيراتها هاي الشركات ان احنا مصلحه فيها اكبر من مصلحه العمال، وهي انها ترجع للبلد. الان احنا بنسمع قاعدين اقاويل جديده قاعده بتتم انه في رخصه راح تنباع لاردني شريف، والله غير نحييه ان شاء الله يا رب اذا تمت هاي الصفقه، وهو المناصير بالمناسبه، لانه هذا الشخص في ميزه انه اجى جاب مصاري من برا للبلد، مش اجى من برا سرق المصاري طلعها على برا. بلد عجيبه غريبه يا اخوان، اقسم بالله العظيم انه انا حزين جدا على اللي قاعد بصير عندنا بالوطن. يا اخوان واحد صار له 6 سنوات ماخذ جنسيه اردنيه بيستلم اعلى منصب في البلد، ليش؟ النسوان بطلت تخلف عنا؟ شو القصه؟ شو اللي قاعد بصير؟ لوبي من 20 الى 50 شخص متحكمين بكل ال6 مليون اردني الموجودين، متحكمين فيهم بمصادر رزقهم بدخلهم بغيرهم. طبعا بالمناسبه متحكمين بتعيين النواب، ومتحكمين بتعيين الوزراء، ومتحكمين بتعيين المدراء، وحتى الشركات الخاصه. تعال روح امسك اي شركه خاصه اردنيه محترمه
راح تلاقي المسؤولين فيها لهم اذرع سياسيه تابعه لسين وصاد وعين. الى متى هاي الوضع بده يضل عندنا هيك بالاردن؟ احنا مع مقولة جلالة سيدنا ثورة بيضاء على الفساد ولا زلنا مصرين ومؤمنين ومنتظرين هذا العنوان الكبير الذي اعلنه جلالة الملك بالثورة البيضاء على الفساد، لانه الفساد بطل بس في المؤسسات، الفساد صار فينا. مش لازم نسمح بالفساد انه يستمر اكثر من هيك. البلد ما ظل فيها شيء ينباع. حتى يا اخوان اللي بيجي يفكر انه رجال الامن هم المشكله ولا الجهات الامنيه هي المشكله، لا مش هذول هم المشكله، هذول الناس بيجوا بيأدوا واجبهم، عنده اوامر انه والله المعتصمين ما يوقفوا على الشارع، مش هو المشكله، المشكله باللي قاعد مكتب فوق وعنده 6 سكرتيرات وعنده 4 من متقاعدين الجيش الاردني الشريف باخذوا 160 ليره على الباب عشان ما يطلعوا اللي زي اشكالنا عليهم، هذول هم المشكله. بدك تقول لي بدنا نضلنا هيك؟ لا، بدنا نغير وبدنا نضلنا نحاول نغير. انا بجوز المره اللي مضت لما خضنا الانتخابات ناس كثير لامتني، لا قاطع وما بصير، لا يا اخوان غير. اذا فيكم واحد شريف خليه ينزل على الانتخابات يجرب، اذا يصل واحد احسن ما يصل ولا واحد، لانه كلياتهم اللي قاعدين بيصلوا نصابين، قاعدين بيصلوا نصابين ومتاجرين. متاجرين ليش متاجرين؟ احنا قاعدين بنتفاجأ بنمشي ورا ناس على مشروعها الوطني، ومنهم ناس احنا انتخبناهم واحنا وصلناهم، وبجوز ناس انتم بتعرفوهم، ومنهم محامي محترم وهو مسؤول في قضيه البوتاس وهي قضيه اخرى. لما صار نائب قلب، ولو بقول لك يا عمي انا راح اترك المحاماه اذا راح اصلح حقوقهم، بدل ما تروح تجيب حقوق الناس اللي وصلتك. ليش؟ لانه قبض وغيره قبض. اعلام كمان عندنا في الاردن للاسف يا اما بقبض يا اما بسكر، يا اما بكذب يا اما بنشطب، ما في صدق. ليش ما في صدق؟ لانه هذول اللي قاعدين بالمكاتب اللي عندهم 6 سكرتيرات هم اللي ممشيين الموضوع. لكن اقسم بالله العظيم وان شاء الله انه انا اللي بقوله شغله واحده، وهي رساله موجهه الى الجميع، جميع متخذي القرار، لا تلزوا الاردني على الطور. هذا مثل قديم، لا تلزونا على الطور يا اخوان، ترى بنطلع وبنكسر المكتب وبنضرب السكرتيره وبنقعد محل، لانه عيب، بطل في خجل. احنا الاردنيين مش شحاتين، والاردنيين عمرهم ما كانوا شحاتين وعمرهم ما كانوا مبتزين زي ما بيحكي عبد الله نصور. لا، هذول الناس لها حق. بدل ما في عندنا مسؤول اردني بسنتين ماخذ رواتب 3 مليون يا اخوان، مسؤول اردني وانتشر اسماءه بالمواقع وبتعرفوه، ماشي؟ ليش ما تعطي الناس هاي حقوقها؟ ليش ما واحد قاعد باخذ 36,000 دينار شهري وهو بداوم 4 ساعات بالشهر؟ يا اخوان هذا اسمه كفر، في دولة فقيرة هذا اسمه كفر. وين اصحاب الضمير؟ وين اللي عندهم احساس وطنية وشعور؟ وين هم؟ ماتوا الضمير وماتوا معاهم، ماتوا مع الشريف لما ماتوا. بدعوا علينا الوطنيات، بيجوا بيزاودوا كمان. احلى شغله في الموضوع يا اخوان، يعني انا كثير ناس بقعد بيحكي معي انا لاني بختلط بالجنبين، يا اخي بس يعني الاعتصامات وليش توقف الشارع؟ ولك ما هو انت سرقت الزفته اللي تسوى فيها الشارع وطلع فيها حفريات، جاي تزاود علي اني موقف على طرف الشارع. هي يعني الشغله صارت واضحه والكل بيزاود على فلسطين. ترى فلسطين صارت زي سلم، كل واحد بيصل لمنصب سياسي، انا مع التحرير وانا مع التحرير وانا مع القدس، وهو ثلثين شغله مع اسرائيل. والله يا اخوان انا اللي بتابع صفحتي انا بحط اسمائهم بستحيش منهم، اللي بيحرق العلم الاسرائيلي وهو بيمون جدار عازل، هذا وطني؟ يعني عمين بتضحكوا قاعدين. اللي هدد نائب الطورطة اذا انكم تعرفوه، هدد بانه الكنيست الاسرائيلي سوف يلقى ردا قاسيا، ولكن اذا قيمة استثماراتك مع الشركات اليهودية متجاوز 1,800,000، جاي بتضحك على هالشعب المسكين الطيب اللي اول ما يسمع كلمة بيصدق. هاي بكفي، يلعنكم يلعن هيك مناصب اجت لانه وسختوها. وزير خارجية بيطلع بيقول انا سلمت انذار عدلي وبالاخير بيطلع كذاب، وانا مسؤول وانا بعرف شو قاعد بحكي، ممكن اتقاضى على هالكلمة. كذاب، كيف بتكذب؟ اذا على اي اساس انا مؤتمنك على هاي البلد؟ عيب. ما ظل عندنا يا اخوان من هالمؤسسات غير مؤسستين،
والله اعلم قاعدين الفاسدين بيحوموا حواليهم، مؤسسة الجيش ومؤسسة الامن العام. اتمنى من الله انه جلالة الملك يلغي كل هالمسؤولين الكذابين كلهم ويحطهم عسكر وخلينا نخلص، لانه على الاقلية باخذوا رواتب زينا حاسين باحساسنا، مش باخذوا مئات الالاف. معيب جدا اللي قاعدين بيقوموا فيه الان، مسألة في غاية الغرابة. الديوان الملكي يا اخوان مع كل التقدير والاحترام، ليش يتسكر الديوان الملكي على ابناء الأردن؟ وليش ينفتح الديوان الملكي للجهات الاخرى؟ احنا عندنا رسالة قدمت مرتين، ليش ما تم الجواب عليها؟ حدا فيكم سأل حاله يعني طب شو انا مش اردني؟ ولا يا جماعة الخير وانا مش من هالبلد؟ بيجيك واحد بالباراشوت، والله يا اخوان بالباراشوت. انا لما قلت لكم عن واحد صار له 6 سنين ماخذ جنسية اردنية، انا سابق واستلم اعلى منصب في البلد. يلا خرب بيتكم، طب احنا صار لنا من ولدنا واحنا معنا هالجنسيه، وعمك ابو طارق صار له منه خلق بشارع الحمام وهو معه جنسيه. الله اكبر، عدونا محل عتايب. بكفي. البلد صار فيها تخمه اغنياء وهم لا يمثلوا الا 10% من الشعب. انا والله اخاف ما اخاف بان تصبح الثوره طبقيه على هؤلاء الاغنياء اللي بطل حدا يسال، لا انا شايف جار ولا انا شايف فلان يموت شو بدي فيه. وهؤلاء الاغنياء اصبحوا اغنياء على ظهور الفقراء. انا هو مش ترى بالمناسبه يا اخوان انا مش شيوعي ولا بعثي ولا متنظم اي تنظيم سياسي، بس المنطق بيحكي 10% يعني حوالي 200-300 واحد ماسكين رزقة ال6 مليون. اعطي فلان واعطي على حساب مين؟ على حساب اللي خلفك. قاعد تعطي فلان وتعطي علانتان. مكافآت في احدى الوزارات تجاوزت ال 400,000 دينار. مكافآت حتى في الشركات الخاصة بنفس المنظر. شركة البوتاس 400,000 دينار بتوزع السنة الماضية هدايا وعطايا وعمالها قاعد يطالبوا بحقوق. يلعنكم يلعن هيك شركات كذابة. اعطي حقوق عمالك بعدين بتوزع للي قاعدين بيكذبوا عليكم. بيروحوا بيوزعوا للقنوات الإعلامية اللي بتسحجلهم. وانا بعرف هذا الحكي، انا كنت في احدى القنوات وشايف وعارف كيف قاعد بتتم الامور. روح على البوتاس خذ شك ب10,000، ضلك سحج للبوتاس للصبح. روح على اورنج خذ شك ب60,000 مقابل دعاية سنوية كذب بكذب، محطة ما حداش بشوفها. 60,000 عشان يضلهم ايش؟ خبر للعمال ممنوع ينزل، خبر للمش عارف ممنوع ينزل، خبر تمجيد لهاي الشركات نزلوا صفحة. هذا الكذب اللي قاعد بيتم. انت خير ليش هذا الحكي ما على الاعلام يظهر؟ خلي الناس كلهم على الاعلام يظهر؟ شوف يا عمي بدي اقول لك على شغله. انا يا اخواني لي تجربه مريره مع الاعلام، يا اخوانا احنا كنا في محطه اسمها جوسات، انا بحكي على العلن مش مستحي من عنها. ايوه. وبلشنا نحكي الصح زينا زي هالناس. انا من طبيعه هالبشر وبلشنا نحكي الصح. ما عجب الجهات، اولها هدي شوي وما بصيرش تبلش بالزملاء، مش عارف، بالاخير جابوا شريك راح اشترى القناه عشان ما كملش فيها واستقلت على الهواء. فتحت قناه نفس الشيء. والله يا اخوان ما كنت معارض للوطن يوم ولا كنت معارض للملك يوم، طول عمري موالي للوطن وللملك. ليش سكروا القناه؟ انا بقول لكم ليش. و25,000 وسجن سنه، هاي للي ما بيعرف 25,000 غرامه وسجن سنة. كيف تبلش انت بالوزير الفلاني؟ كيف تبلش بابن اخت بابن احد رؤساء مجلس النواب مهرب معه 4 كيلو حشيش؟ ما يهرب حشيش، خلي الناس تحشش. هيك بدهم البلد بهاي الطريقة. بس انا بقول لكم هاي امانة برقبتكم يا اخوان، والله كل يوم بطلع من بيتي بودع اهل بيتي على اساس اني ما انا راجع. والله طول ما احنا ساكتين لنضلنا صقايط، وطول ما احنا بنوقف هون زي اسلام لناخذ حقنا غصبت عنهم كلهم. قانون ومش قانون وعشائري، كل شيء بايدنا لازم نسوي. بكفي والله العظيم تبهدلنا بين الناس. معيب احنا يجي عنا اللاجئ من برا الاردن عايش احسن من ابن البلد. والله في مدينة السلط احد اللاجئين السوريين انه قاعد بتبرع بجزء من اللي بيجي لاحدى الاسر السلطية. هاي والله عيب. بالمفرق صاروا يصدقوا اهل المفرق. ليش؟ وين الدولة؟ وين حكومة الولاية؟ امن وامان. وين؟ امن وامان عندك مش عارفين. لا عندنا تعليم ولا عندنا صحة ولا عندنا شيء، وعندنا حريقة ولعينة والدين على المواطنين. بعدين
اخر الشهر هذا بدها ترتفع الكهرباء 15%. يا جماعه الخير برميل البترول صار 72 دولار، يعني رجع زي لما كنا نشتري تنكة البنزين ب6 ليرات. طب رجعوه وكنت اقول والله الناس ماتت. ما في رحمه. ليش؟ لانه بدهم يحطوا بجيوبهم الرواتب. لازم ابن علي ابو الراغب لازم يكون راتبه 17,000 ليره. قرابتي اول واحد بحكي عليه قرابتي، ما بستحي منهم. ابن عبد الرؤوف رواتبه وبنته لازم يكون 20 و30 الف ليره رواتبهم. سهل المجالي نفس الشيء. كيف بدهم ياخذوا رواتب؟ بدهم يحرقوا دين المواطن عشان يعطوهم رواتب. بكفي. والله هذا الحال لن يستمر. والله هذا الحال لن يستمر. وهاي رسالة إلى جلالة الملك بتمنى انها تصل. طبعا احنا من الناس الممنوعين. احنا اللي بوصلوهم لهناك بس اللي جماعة حبيبنا اللي لا وصل عبيدهم بس. احنا اللي زينا ممنوع يطلع، لانه اذا بده يحكي اللي ما بصير. او جماعة والله يا سيدي كل شيء تمام. لا يا سيدي يا جلالة الملك كل شيء مش تمام. وهذول قاعدين بيكذبوا عليك. كذابين. عارف. وبالاخر لازم يصير تحرك. لازم هاي الثورة البيضاء تعلن. يعني احنا تأملنا مثلا في اخر تغييرات، انا بتابع حتى وانا كنت في الخارج، تأملنا خيرا. ترد بتنصدم، ايه؟ بنقيم زنقو بنحط رينجو. يا ابن الحلال ما حد يقاموا من يعني يا جماعة بالاعيان. يعني وبعدين لموا حرامية معقول ما في بالبلد ناس؟ مش عارف، النسوان بطلت تخلف. بيجيبوا لنا قاعدين مسؤولين باطفال لا نبي. من وين جايبينهم والله ما نعرف. تجارب غربية قاعدين بيعملوا تلقيح صناعي وبجيبوا لنا مسؤولين. الله اكبر، السلم الموجودة، هالشمر والحمر اللي بالكرك وبالطفيلة وبالسلط وبالربطة وبربد بطلت خلاص. ليش؟ لانه هذا اللوبي. لانه اذا بدهم يجيبوا واحد نظيف على الشلة الوسخة بده يكشفهم. لا يا عمي خليها من نفس الشلة. بكفي. اما ان يخجلوا على انفسهم هؤلاء متخذين القرار، وان يصحوا الى انه الوضع هنا ليس بخير. كذاب ابن كذاب اللي بيوصل رساله لاي جهاز سواء امني او سياسي انه الوضع بخير. لا الوضع مش بخير، الناس تعبانه والناس قرفت. واكبر دليل على ذلك تعال انت تتفرج على الناس بالشوارع اليوم. كل يوم تسمع لك سلافه طلق مرته لانها طلبت تشتري فستان، طخ عشانك بنته مش قادر يطعميها. هذا شو؟ اقتصاد نايم. هذا كله دليل على انه وضعنا مش بخير. بالعوده الى موضوع اورنج اخوان زي ما بنحكي لكم طبعا يعني الشركات تستخدم اسلوب الانجليز فرق تسد. دائما ما يبث اشاعات بانه والله كذا وكذا كذا وكذا. يا اخوان لا تصدقوا غير اللي بتسمعوا وبتشوفوا بس، لانه راح يطلع لك سواليف كثيره. راح يطلع لك والله هيثم الرواشده اخذ مصاري. راح يجي واحد يقول لك ماشي طب شو والله مجبر معناته كل يوم يجي هون. اشمعنى اللي طلع الدعايه بطل يجي؟ فعيب يا جماعه والله. يعني اكثر لجنه انا تعاملت معها بجديه كانت لجنه الاتصالات ومن ثم البوتاس. كلها ناس عطايل، كلها ناس قاعده تشتغل للصالح العام. والصالح العام صدقوني يا اخوان بيوم من الايام غير يحصل حق. لانه هم شو بيفكروا يا اخوان؟ احلى نهبه بعض المسؤولين الفاسدين صار يكرر نفسه كيف؟ صاروا قال يعملوا جمعيه ويضموا الناس وانه احنا مع الجماعه ومع الناس، وينزلوا قال على البقعه. يعني هذيك النهار شفت صور لاحدى الشخصيات يعني سارق له 7-8 مليون ليره بس على الاقل. هذا نازل قال على البقعه وماسك ولد وهو مش متحفظ. طيب ماشي يعني شو متصور؟ طبعا نازل المصور تبعه ب 500 ليره و3 سيارات ومعه حرس عشان يظهر. بدهم يكرروا انفسهم. خلينا كلنا بصوت واحد نقول لهم فشرتوا تكرروا انفسكم، فشرتوا بكفيكم. يا اخوان اذا صارت انتخابات مره ثانيه امانه الله عليكم وامانه الله عليكم كلياتكم سايق عليكم الله لا تنتخبوا واحد شفتوه بمجلس النواب صادق حتى لو اخوك. والله يا اخوان والله امبارح المساء في المكتب كان اول يوم دوامي لي. اجوا علي مجموعه من الشباب كانوا يشتغلوا في مصنع الحديد ولا بقولوا له احنا محتارين نيجي عليك ولا لا. قلت لهم خير. قال لانه المصنع اللي علي ابو الراغب. قلت لهم انتم تحديدا دعوتكم ببلاش وان ذاكوا العدل ببلاش وانا معكم للموت. ما دخل وابن عمنا على جال حقوق عماليه على جال ما دخل. اخوك عارفه انت عارفه امن تروح تسوي نائب يا زلمه خليه مضبوط. بكفي يا جماعه والله زهقنا من هالاشكال المحمضه في مجلس النواب.
وانا قاعد مسؤول عن حكي. طبعا يا اخوان انا الحمد لله رب العالمين علي 136 دعوه ومبسوط جدا، بتمنى ان يصل 1000 لانهم كلهم من صقايط، ولا واحد زلمه قدر يواجهني ولا واحد. وبنزل على المدعي العام بقول له يا رجل سايق عليك الله تحبسني، يقول لي لا ما بحبسك روح. ليش؟ لما تيجي تمسك انت نائب مرتشي، نائب حرامي، نائب مدمن مخدرات، نائب والله يا اخوان بالوثائق انا عندي اوراقي، انا كوني محامي وهذا اللي مغلبهم فيه ما بقدر اجي احكي على فلان غير معي ورقه عشان احمي ظهري. لما اقول لهم يا جماعه هذا النائب نصاب ناصب على سكرتيره مش معطيها رواتب، وطبعا هو من النواب الوطنيين محترمين نواب الشباب يا جماعه والله وراقه ها بطلع يا اخوان واحد مسوي كروت على حساب الدوله، واحد نازل على دبي ماخذ 2 كمبيوترات على حساب الاردن. هذا نائب؟ هذا نائب انت متوقع يخدمني ويخدمك؟ او واحد مثل من هذول التجار اللي فايتين لك على الخط جديد، الاخوين مثلا بحرق العلم الاسرائيلي وبعمل مش عارف ايش وبنوقف نص الشارع على راسنا، زلمه محترم على راسنا، بس على موقف سياسي بتلاقيه زي الارنب. بدهم يطردوا شو اسمه السفير الاسرائيلي، بالاخير يا اخوان كلهم انتف بوجههم وسحبوا المذكره. انا معي خبرها توقعت من 67 واحد الله دب بهم الحميه صاروا اسلام، ال 67 سحبوا توقيعهم. هذا دليل على انهم اسقط ناس بوجه الارض، يعني لسه اللي ما وقع ازلم منهم. وبعدين شربوا لبن. بدنا نستمر بهذا الوضع، بدنا نستمر نوابنا على شاكل تبع قلب الكيك وتشتاتين وتبعين الجرافات. لا يا اخوان لا خبره سياسيه ولا قانونيه يا اخوان. لغايه الان مجلس النواب ثلث التشريعات اللي طارحها مخالفه للقانون. واحد انت بتشرع لي تشريع مخالف للقانون، وشفتوا اخر كارثه كانت التقاعد المدني، شفتوا شو سووا فيه؟ يعني نواب مش فاهم شو اللي قاعدين بيسووه. ولا زلنا احنا قال بنقول خلينا نروح على النواب بلكي يساعدونا. والله يا اخوان اعرس منهم ما في، والله ما بيساعدوا ابوهم. بيروح بيجي بيطلع على اجتافك وبيجي هون باخذ له تلفون بعين له ولد وبروح. وانا هيني حليت يا والله كلهم هيك. اذا انا بفضل وانا بقول لغايه الان وهي رساله، ما بدنا مجلس نواب ولا مجلس اعيان كلهم، بلاش احكي هالكلمه الكبيره، ولا بدنا حكومه، يعني يسلمونا عسكري رجعونا للاحكام العرفيه والله ارحم. على قليل جيش منا وبينا اولادنا اولاد عمنا ورواتبهم قليله مش متعودين على السيارات مع الشوفيريه. بكفي. احنا بصفاتنا يا اخوان الحمد لله رب العالمين. طبعا اللي احنا بدنا نقوله انه الاردنيين والله العظيم سمعتهم بكل دول العالم زي المسك. والله يفوت على جنيف يا اخوان كل جنيف تحلف بحياته عن الخصامه والله، والكل استقبلني على نفسه وعلى اساس انه انا محامي من الاردن وعون القصر. قلت لهم طبعا بعرفه دوله وكان قالوا من القضاه اللي كان هاي الاردنيين هذول السفراء اللي يمثلوا الاردن. بينما سفيره الاردن بفرنسا اللي السفاره بتداومش فيها ولا ربع ساعه وطنهارها بالشانزليزيه بتعمل شوبينج، هاي ما بتمثلني ولا يمكن تمثلني وحكي ويصل. سفاره ما فيها سفيره طنهارها بتعمل شوبينج، كل زائر مهم من الاردن تنزل معه عشان تعمل شوبينج. وين هي السفاره؟ يا اخوان لو تشوفوا السفارات تبعت، تعرفين شو وظيفه السفاره بالدول برا؟ بتروج للاردن سياحيا واقتصاديا وبتجذب اقتصاد. احنا لا، وظيفه السفراء هناك بيعملوا السمسره للي بدهم يجوا يسرقونا بس، او يستقبلوا الزوار وينزلهم على الشانزليزيه. طبعا انا والله نزلت على الشانزليزيه مش راح اكذب عليكم بس مش معها. لا السفيره هاي ما بتستقبلنيش انا درجه ثالثه. فيا اخوان فيا اخوان الموضوع ما فيه. احنا مشكلتنا ان لغايه الان الاردني مش عارف قيمه نفسه ويظن بانه ضعيف امام هذه الثله اللي تعتقد بانها مسؤولين وبانهم بخوفوا ومرعبين. والله جبناء والله جبناء والله جبناء يا اخوان. اقسم بالله العظيم انا جربت هاي التجربه بنفسي. انا كنت اشوفهم لما النواب تيجي تترجاني قبل الحلقه من شان الله بس هدي، ما فيش داعي تسالني عن كذا. هذا دليل على انه ساقط وجاي وعارف اني انا بدي ابهدله. والله يبي واحد منهم قلت له راح ابهدله، ولما اجى قال لي بالله عليك انا من اخوان امك، قلت له والله لو مين ما كنت تكون، وانمسح لي الارض. واحد ثاني والله كنت اناديه بغل ومناد،
اقول له انا ادغال ما بطلع معي على التلفزيون، وطلع ووافق وتبهدل لانه ما في له قيمه. الوزير بطل له قيمه كمان. الوزير ليش؟ لانه الوزير لما يكذب بطل له قيمه. الوزير لما ينهب بطل له قيمه. وين قيمتك السياسيه؟ ما في. عبد الله نصور لما يطلع وينفي عن حاله الولايه العامه بطل له قيمه وحكي ويصله. مش اولها قال الولايه وانا رئيس حكومه معي ولايه، اخر تصريح له اللي تابعوه الاخوان قال انا ما بتصرف في شيء الا باوامر من جلاله الملك، راح حمل كل مسؤوليات قراراته الخاطئه لجلاله الملك، وهذا دليل على انه لا قيمه له. فانا اللي بدي اقوله كلمه بالاخير تعلمتها وانا جديد عرفتها، في كلمه يا اخوان اسمها طز. كل الناس بتفكرها مسبه، ترى بالمناسبه طز مش مسبه، طز معناها الملح باللغه التركيه، فانا بدي اقول طز على هالحكومه بمعنى الملح، لانه الملح رخيص لان هاي الحكومه رخيصه. وشكرا لكم والله يعطيكم العافيه.